في لاعب امبارح ما اعطيناه حقه نهائيا بالمديح، وهو المغربي صهيب درويش. درويش احرج ليفربول في انفيلد. ركز لي على كلمة انفيلد، لانه هذا الشيء مش سهل. مش اي حدا بيحرج ليفربول بانفيلد. انتبه. سجل هدفين. الهدف الاول كان اوكي متابعة، هو على فكرة نزل باخر 20 دقيقة بس ما كان اساسي. آه كان متابعة الهدف الاول. الهدف الثاني كان في تمركز رائع، طلب للكرة بشكل ممتاز، تكنيك عالي جدا بالتسديدة في مرمى مرداشفيلي بالزاوية اليسرى. هدف ولا أجمل كان. وبالتالي استحق أنه يكون نجم المباراة امبارح. أخذ تقييم 9.1 رغم أنه دخل احتياطي، وهذا أمر أيضا مش سهل. وبالتالي يعني لفت الأنظار وخطف الأنظار وقدم أوراق اعتماده. على فكرة صهيب سجل هدف أيضا في مرمى أرسنال الموسم الماضي بمباراة بدوري أبطال أوروبا بالأدوار الإقصائية، كانت بشهر أعتقد 3 4 هيك شيء. المهم سجل هدف، كان هذا أول هدف له بدوري أبطال أوروبا مع بي اس في. واليوم سجل هدفين، وأعتقد له بعد هدف ما بعرف ضد مين سجله، مش متأكد. صهيب لعب مع المنتخب المغربي الأولمبي، وحقق كأس أفريقيا، وقاد المغرب أو تأهل مع المغرب إلى الأولمبيات الأخيرة. فهو لاعب مهم، لاعب كبير، لاعب اختار تمثيل المغرب على تمثيل هولندا. واعتقد انه راح يكون اضافه كبيره للمنتخب المغربي اذا استمر بهذا الاداء. لازم يطور نفسه اكثر، يضمن مكان اساسي مع بي اس في، ويفرجينا مهاراته بكاس افريقيا الجاي اذا استدعاه وليد الركراكي، وان شاء الله بكاس العالم 2026. برافو صهيب، استمر.